يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات بتعدي قدامنا بنفتكر إنها عادية، بس الحقيقة إن وراها أسرار لو عرفتها هتتخض. النهاردة هنكشف حقايق هتحسسك إنك أول مرة تشوفها، من أول سر الفواكه اللي بتتحول لقطع تلج في بلاد بعيدة، لغاية الحقيقة الغريبة اللي مستخبية جوه الجمبري اللي كلنا بناكله. ومش بس كده، ده احنا هننزل تحت المية عشان نشوف أغرب كائن ب3 قلوب، ونطلع لبلاد تانية نشوف رقصة ليها مدارس وتاريخ مجهول. ركز في كل دقيقة عشان اللي جاي ده هيخليك تشك في كل معلومة كنت فاكر إنك عارفها. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب كائن موجود على وجه الأرض، واللي عنده 3 قلوب. أيوة يا سيدي، وكمان دمه لونه أزرق مش أحمر زينا، وهو الأخطبوط. والأغرب من كده إنه يقدر يخرج من أي مكان ضيق جدا، لأن جسمه ملوش عظم خالص، وبيتشكل زي ما هو عايز عشان يهرب من أي خطر. والمفاجأة بقى إن الأخطبوط عنده 9 عقول مش عقل واحد، في عقل رئيسي في راسه، وكل دراع من دراعاته ال8 ليها عقل خاص بيها بتخليها تتحرك وتفكر لوحدها. يعني يقدر يفتح برطمان بإيد، ويهرب من عدو بإيد تانية، ويصطاد بالتالتة في نفس اللحظة من غير ما يفكر. سيبك بقى من الأخطبوط وتعالى شوف الفاكهة اللي زي الحجر. تعال بقى أوريك مشهد ممكن تشوفه لأول مرة، فواكه حقيقية بس كأنها منحوتة من التلج. في دول زي إيران والهند بيحطوا الفاكهة في تلاجات قوية لحد ما تتحجر وتبقى بالشكل ده. والسر هنا إنهم بيسموها هناك فاكهة التلج، وبتعتبر أشهر سناك شعبي ومنافس قوي للآيس كريم. والمعلومة هنا إن التجميد ده بيحبس السكر الطبيعي جوه الفاكهة، فبتقعد معاهم سنين من غير ما طعمها يتغير، وبياكلوها وهي محجرة كده عشان يستمتعوا بطعمها المركز اللي بيفضل يدوب في البق. سيبك بقى من التلج وركز في الكارثة اللي جوه الجمبري. تعال بقى أقولك على معلومة يمكن أول مرة تعرفها. طبعا كلنا بنحب الجمبري وما بنصدق ناكله، بس في كتير مننا ما يعرفش إن الحبل الأسود اللي بيبقى باين قدامك ده واللي احنا بنطلعه هو أصلا أمعاء الجمبري. أيوة يا سيدي، الحبل الرملي ده هو أمعاء الجمبري، وعشان كده لازم يتشال كويس جدا عشان تاكل وانت مطمن. واللي هيصدمك إن الجمبري ده كائن عجيب جدا، لدرجة إن قلبه مش في صدره زينا، لا ده قلبه موجود في راسه. يعني حرفيا كل نبضة قلب بتطلع من جواه بتتحكم في تفكيره وحركته في نفس اللحظة. سيبك بقى من الجمبري وتعالى شوف أغرب حاجة في إسبانيا. تعال بقى أوريك أغرب طريقة ممكن تمشي بيها، والطريقة دي موجودة في أسبانيا وليها مدارس مخصوص. اللي انت شايفه قدامك ده يا سيدي عبارة عن رقصة مشهورة جدا هناك، وليها ثقافة وتاريخ قديم ملوش آخر. والرقصة دي هي الإسبانيش ستاب دانس، وبالتحديد رقصة الحذاء الصلب. وعارف الصوت القوي ده بيطلع إزاي؟ السر كله في الجزمة اللي لابسها، لأن كعبها والمقدمة بتاعتها مصنوعة من مواد ناشفة جدا زي الفايبر جلاس، عشان تطلع الأصواب وتتحول الرجل لآلة موسيقية ماشية على الأرض. سيبك بقى من أسبانيا وتعالى شوف بيعملوا إيه في البشر. لو انت بقى شفت المشهد ده ممكن تستغرب جدا وتقول هما بيعملوا ايه. والحقيقة يا سيدي المشهد اللي انت شايفه ده مش بينظف فيه ودنك ولا بيعمل لك حاجة، ده بياخد مقاس الودن علشان بيصنعوا سماعات على قدها بالظبط. واللي هيجننك هنا بقى ان المادة الملونة دي عبارة عن سيليكون طبي مخصص للودن، بيتحقن بالراحة خالص جوه القناة عشان يطبع شكل الودن من جوه بتفاصيلها اللي أصغر من الملي. والمادة دي بتنشف في دقايق وتتحول لقالب مرن مستحيل تلاقي زيه عند حد تاني في العالم، لأن ودنك زي بصمة الصباع. سيبك بقى من السماعات وتعالى شوف الدهب اللي بيطلع من المية. تعال بقى أوريك الدهب اللي بيطلع من قلب المية. بنسمع قصص وحكايات عن الدهب اللي موجود في المحار أو المجوهرات يعني، وفعلا ده حقيقي. المحار أو الصدفة اللي انت شايفها قدامك دي واللي بتكون موجودة في البحار والمحيطات بيكون حجمه كبير جدا، وبيكون جواه قطع عاملة زي الدهب بالظبط، وبتتباع بفلوس كتير. واللي هيجننك هنا بقى إن اللي بيطلعه ده هو اللؤلؤ الطبيعي الحر، وده مش مجرد فص زينة، ده بيتكون جوه جسم المحارة في سنين طويلة عشان يطلع باللمعة والجودة دي. أيوة يا سيدي، زي ما انت شايف كده الصدفة الواحدة ممكن تطلع لك ثروة حقيقية من غير ما تتعب. وبس كده يا سيدي وصلنا لنهاية الحلقة. شفت بقى ان العالم ده مليان أسرار وكنوز احنا لسه بنكتشفها، من أول الأخطبوط العجيب لحد الذهب اللي بيطلع من قلب المية. كل مشهد وراه حكاية وتفاصيل تجنن. لو عجبك اللي شفته النهاردة ما تنساش بقى تدوس اللايك المتين وتقولي في التعليقات ايه أكتر مقطع صدمك، وهل كنت تعرف ان الودن ليها بصمة زي الإيد بالظبط؟ استنوني الحلقة الجاية عشان لسه في حاجات تانية كتير هتحير دماغك. أشوفكم على خير وسلام.